السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجتمعين وبدون تخصيص وذكر، نحن في هذه المناسبة الكريمة العظيمة على الجزائريين قاطبة وفي العالم العربي والإسلامي قاطبة، فنحن بكل فخر واعتزاز هاكم تنظرون الراية الوطنية أو العلم الوطني عاليا، فسيبقى إن شاء الله عاليا مرفوعا ولا ينحط إلى الأبد، وهذا الذي يعمل كل جزائري من أجله. بقي لنا قد سمعتم إن شاء الله كل في المحاضرات كل ما يتعلق بالموضوع باختصار، والآن نأخذ الفاتحة على الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار في كل شبر من أصقاع هذه الأرض الشاسعة يا رب العالمين. اللهم أسق قبورهم بالنور واجعلهم في نور، كما أرشد إليهم القرآن الكريم أنهم في جنة عند ربهم يرزقون. اللهم حقق رجاءهم وتب يا رب على كل مذنب منهم، اغفر لكل مذنب منهم، واجعل شهداءنا في جنة الأبرار رفقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس المخلصين في هذا الوطن الله يعطي لهم قوة على قوة، والناس المجرمين وراهم ما كانش في وطننا ساعة إذا كانوا كاينين الله يدحرهم ويخلوا هذا الوطن في الأمن والأمان بجاه النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. الناس الصالحين اللي راهم يحافظوا على الوطن، يحافظوا على الدين، يحافظوا على الوحدة، يحافظوا على الخير في هذه البلاد، الله يقويهم ويكثر صفوفهم ويرص صفوفهم. بلادنا العظيمة طيبة جيدة، اللهم احفظها من جميع أركانها، من الشر والأشرار والفساق وأولاد الحرام. الله يجعلنا في أمن وأمان في كل ربوع وطننا ومن جميع حدوده. إخواننا شبابنا مرابط في الحدود أو الحدود الشاسعة الأربعة أراهم مرابطون، إن شاء الله ربي يعاونهم ويعطي لهم القوة من عنده، والشعب الجزائري إن شاء الله يكون معاهم بقلوبه، والناس اللي يحافظوا على أمن البلاد واستقرار البلاد وسعادة الشعب الله يعطي لهم من الخير كل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، الحمد لله رب العالمين. بارك الله بكم جميعا.